السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرؤيا بعنوان إنما الحياة عقيدة وجهاد. الجمعة 10/2025 18 ربيع الآخر 1447. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت في منامي هذه الرؤيا، أسأل الله خيرها وبركتها. رأيتني في عالم من عوالم التواصل، كأني أتصفح صفحات الرؤى وأحداث الخلافة الكونية لآخر الزمان. فمرت أمامي مشاهد كثيرة تظهر الحقد والغل في قلوب من حسدوا أهل النعمة، نعمة العلم بالرؤى الصالحة، وما أودع الله فيها من أسرار وبشارات. رأيت من بينهم من يظهر العلم ويبطن خلافه، يتزين بالقول وهو في داخله كاره لما أنعم الله به على عباده المؤمنين. كان المشهد يرمز إلى ما يدور في عالم التواصل من جدل وصراع حول مقام المهدوية، والكل في حيرة واضطراب، يتكلمون ولا يعلمون، ويخوضون فيما لا يدركون. كنت أتابع تلك الأحداث بعجب وحزن، وقلت في نفسي: يا ليتهم يعلمون ما أعلمه من أمر الخلافة، ولو علموا علم الحقيقة لضلوا عنها، لأنهم أسرى أهوائهم، يتبعون ظنونهم ولا يتبعون نور الله. ثم تساءلت في نفسي: هل في هؤلاء من يعمل خالصا لله، أم أن عملهم رياء وطلب رضا الناس؟ ثم وجدت في نفسي سكينة وإلهاما يقول سبحان ربي عالم الغيب والشهادة العزيز المتعال. سبحان من أودع سر خليفته في عبد من عباده، يعيش بين الناس ظاهرا، ويسمعون صداه ولا يعرفون كنهه. منهم من آمن به، ومنهم من جحد وأنكر، ومنهم من استكبر وأعرض. عندها تبدل المشهد، فإذا بي أرى في زمن آخر، في العهد الأول، عهد الرسالة المحمدية. فرأيت أن قضية الخلافة واحدة، وأن المبدأ واحد، وأن الله يورث دعوته لعباده المصطفين من لدن محمد صلى إلى خاتم الوارثين. فألهمت أن الحياة عقيدة وجهاد، وأن من حمل لواء الحق فعليه أن يصبر ويثبت، وأن يقول كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يوم عرضت عليه قريش الأموال والجاه ليدع دعوته: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فعلمت أن هذا هو الموقف الذي يطلب من المؤمن الصادق، أن يثبت على مبدئه، ويجعل غايته وجه الله وحده، لا يبيع دعوته بعرض من الدنيا زائل. التعبير الروحي للرؤيا. هذه الرؤيا من رؤى التثبيت الرباني، تبشر الرائي بأن الله اصطفاه في مقام الشهود على مرحلة من مراحل التمحيص